الارض قلنا ان هي في جزء يابس في جزء ايه؟ الميه. الجزء اليابس اللي هو الاقل من الميه، يابس اقل من الميه اللي هو 29.3 والميه 70.7. حلو. قلنا ان اليابس ده ممثل في القارات، الاماكن اللي الانسان بيمارس عليها نشاطه اللي هو اليابس. خلي بالك قارات وجزر عباره عن ايه؟ عباره عن اكبر قاره اسيا، ثم قاره افريقيا، ثم امريكا الشماليه، ثم امريكا الجنوبيه، ثم قاره انتاركتيكا او القاره القطبيه المتجمده او القاره الجنوبيه المتجمده، ثم اوروبا، واخيرا استراليا. اكبر قاره اسيا، اصغر قاره استراليا. بالنسبه للمحيطات اللي هي 70.7. حلو. طبعا المحيطات دي بقى اللي فيها كل الثروات، سواء بقى اسماك او صدف او لؤلؤ مرجان، غاز، بترول، كل الكلام ده موجود فيه. حلو. عباره عن محيط الهادي اكبر واحد، والمحيط الهادي هنا هو هناك، خلي بالك، اللي هو موجود شرق اسيا وشرق استراليا وغرب امريكا الجنوبيه. تاني محيط هو المحيط الاطلنطي اللي هو غرب اوروبا وغرب افريقيا وشرق امريكا الشماليه وشرق امريكا الجنوبيه. ثالث واحد اللي هو المحيط الهندي. المحيط الهندي قلنا جنوب اسيا، غرب استراليا، وشرق قاره افريقيا. رابع المحيط القطبي الجنوبي. المحيط القطبي الجنوبي اللي هو فين؟ اللي هو بيحيط بقاره انتاركتيكا او القاره القطبيه الجنوبيه او القاره القطبيه المتجمده. اصغر واحد بقى هو محيط مين؟ القطب الشمالي اللي هو شمال اسيا وشمال اوروبا وشمال امريكا الشماليه. وقلنا التركات اللي ممكن بالنسبه للجزئيه ديت، اجي اقول لك مثلا المحيط الاطلنطي، ركز معايا كده، المحيط الاطلنطي يقع بين كم قاره؟ 3 قارات. لا، 4 قارات، اللي هو اوروبا وافريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. اجي اقول لك مثلا المحيط الاطلنطي ده اهو شبه المحيط الهادي في ايه؟ اقول في عدد القارات التي يطل عليه، عدد القارات مش القارات، عدد القارات. يعني ايه؟ يعني المحيط الهادي هلاقيه بين اسيا، استراليا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. يبقى بين كام؟ 4 قارات. هلاقي ان المحيط الاطلنطي برضه بين 4 قارات. فيجي اقول لك هنا السؤال، اقول لك يتشابه المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي، بجيب لك في الاختيارات حاجتين، اقول لك مثلا في عدد القارات التي يطل عليه ولا القارات التي يطل عليه؟ اقول لا، عدد القارات مش القارات، لان طبعا القارات تختلف. عندك المحيط الهندي ما بين كم قاره؟ 3 قارات اللي هم اسيا واستراليا وافريقيا. حلو؟ لا، ما قلناش لا. المحيط ده اللي بيفصل ما بين ايه؟ انتاركتيكا والجزء اللي فوق. المحيط الهندي ما بين اسيا وافريقيا واستراليا بيطلع على 3 قارات. شبه مين هنا اللي بيطلع على 3 قارات؟ انهي محيط؟ المحيط القطبي الشمالي اللي بيطل على اسيا واوروبا وامريكا الشماليه. خلي بالك دي التركات اللي بقول لك عليها، الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط جدا، سهل جدا. خدنا بعد كده خطوط طول دار العرض، خط الطول الرئيسي اللي هو خط مين؟ جرينتش، اللي بيعدي على قاره اوروبا وقاره افريقيا وقاره انتاركتيكا او القاره القطبيه الجنوبيه او القاره القطبيه المتجمده. عندي بعد كده طبعا خط الطول ده خط اللي هو صفر، صح؟ بيقسم العالم عندي الى شرق وغرب. عندي بعد كده دايره الاستواء فين؟ في المنتصف، بتعدي على اسيا وعلى افريقيا وعلى امريكا الجنوبيه، بتفصل العالم الى شمال وجنوب. قلنا ان اليابس اكتر في الشمال واقل في الجنوب، فالميه يعتبر هي الاكثر في الجنوب. حلو. خدنا مدار تاني اسمه مدار السرطان اللي هو 23.5، بيعدي على اسيا وعدى على افريقيا وعدى على امريكا
الشماليه خدنا مدار الجدي اللي هو 23 ونص بيعدي على استراليا ويعدي على افريقيا ويعدي على امريكا الجنوبيه. خدنا الدائره القطبيه الشماليه اللي هي 66 ونص بتعدي على اسيا وعلى اوروبا وعلى امريكا الشماليه. خدنا الدائره القطبيه الجنوبيه اللي هي بتعدي على انتاركتيكا اللي هي برضه 66 ونص. حلو حلو الكلام برضه اللي فيه التركات. قاره اسيا وقاره افريقيا يتشابهوا مع بعض في ايه؟ في عدد الدوائر مش الدوائر. عدد الدوائر ليه؟ لان اسيا 3 دوائر عرض، افريقيا 3 برضه دوائر عرض. خلي بالك. انما لما اقول لك هم شبه بعض في الدوائر هتقول لي لا. ليه؟ لان دي مدار السرطان الاستوائي الجدي، انما دي دائره قطبيه شماليه وده السرطان وده الاستواء. طب امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه شبه بعض في ايه؟ في عدد برضه الدوائر مش الدوائر. اوروبا واستراليا وانتاركتيكا شبه بعض في ايه؟ عدد برضه الدوائر مش الدوائر، عدد الدوائر. فركز في الحاجات دي.